أهلا بيكم، يا رب تكونوا بألف خير. يلا بينا مع بعض النهاردة نعمل فطاير قطنية طرية وهشة جدا، سهلة وبمكونات وحشوة بسيطة خالص. تنفع قوي للفطار أو للعشاء أو مع الأولاد في المدرسة أو جنب الشاي، بتبقى حلوة جدا. هنعرف مع بعض ازاي نعمل العجينة الطرية جدا دي وازاي نشكلها بطريقة سهلة مش هتاخد منكم ولا وقت ولا مجهود، وكمان هنعرف مع بعض ازاي نحتفظ بيها ونفرزها وتقعد عندنا طول الأسبوع. وتقدروا كمان تحشوا الفطاير دي بأي حشوات بتحبوها. يلا مع بعض نشوف الطريقة والمقادير. بس لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان توصلكوا إشعارات بكل الوصفات الجديدة. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك كتير وشير علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. يلا على طول نبتدي. في بولة كبيرة هضيف كوباية من المية الدافية وزنها 240 جرام. هضيف كمان كوباية من الحليب الدافي 240 جرام، معلقة ونص كبيرة من الخميرة الفورية 15 جرام. هضيف كمان 4 معالق كبار من السكر 60 جرام. نقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس قوي لغاية ما السكر والخميرة يدوبوا تماما. دلوقتي هزود بيضة بحرارة المطبخ وكمان نص كوباية من الزبدة على زيت. تقدروا تستخدموا زيت بس أو زبدة بس أو زيت على سمنة كمان لو حابين. وزنهم كان 110 جرام. ضفت كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر وقلبت كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. ودلوقتي هضيف الدقيق. انا استخدمت بالظبط 7 كوبايات من الدقيق، وزنهم كان 875 جرام، والدقيق اللي انا كنت مستخدماه ده كان دقيق مخبوزات. هضيف كمان عليهم نص معلقة كبيرة من الملح وزنها كان 7 جرام. دلوقتي هبتدي اعجن. انا دلوقتي هضيف الدقيق بالتدريج، وطبعا انتوا لما تيجوا برضو تضيفوا الدقيق تضيفوا بالتدريج. طبعا تقدروا تستخدموا الدقيق جميع الاغراض، بس تكونوا مجربينه من قبل كده في المخبوزات وعارفين ان هو نتيجته كويسة. يعني ايه تكون نتيجته كويسة؟ يعني بيديكوا مخبوزات تكون هشة وخفيفة وطرية، ما يكونش المخبوزات مكتومة، يعني بمعنى أصح يكون ليه عرق قوي. طبعا دي المخبوزات بيبقى ليه عرق قوي، وفي كمان أنواع من دي جميع الأغراض بيكون ليها عرق قوي برضو وبتبقى حلوة جدا في المخبوزات، زي الكوثر أو سنبلة الفرات أو دوبيلا. دي دايما الأنواع اللي أنا بستخدمها. وعلشان طبعا الأنواع بتختلف من امتصاصها للسوائل، علشان كده بنضيف دايما الدقيق بالتدريج. كل ما بلاقي العجينة لسه بتلزق جامد في ايديا بضيف شوية صغيرين من الدقيق وأعجن. عجنتها حوالي 10 دقايق بالشكل ده، والعجينة بتكون طرية وبتلزق بسيط جدا في ايديا. دهنت بولة بدهنة خفيفة من الزيت أو الزبدة وابتديت أغلف العجينة كلها بالشكل ده. دلوقتي بقى هغطيها بالبلاستيك واسيبها تختمر حوالي نص ساعة أو لغاية ما تتضاعف في الحجم، يعني ما تسيبهاش تخمر مدة طويلة علشان تديكوا نتيجة كويسة. العجينة بعد ما اختمرت هنبتدي ننزل التخمير بتاعها ونبتدي نقطعها. طبعا ما بنسيبش العجينة تخمر أكتر من اللازم، لأن ده بيخلي العجينة تتقطع وكمان بتخلي المخبوزات تهبط في الفرن لما نيجي نخبزها. شايفين قد ايه العجينة حلوة جدا وطرية، وتقدروا تعملوا منها أي فطاير انتوا حابينها. دلوقتي بقى هبتدي أقطع العجينة. أنا قطعت العجينة على 24 قطعة، قسمت العجينة على نصين وكل نص قسمته على 12 قطعة. حجم القطعة كان تقريبا في حجم البرتقان الصغيرة، وتقدروا تكبروا الحجم أو تصغروا عن كده يعني زي ما انتوا حابين. وعلشان تسهلوا على نفسكم وتقطعوا العجينة بشكل متساوي، نص العجينة قسمته على 4 أجزاء، وكل جزء من الأجزاء دي قسمته على 3، يعني بقى عندي 12 قطعة. باخد كل قطعة من العجينة وألم أطرافها على جوه وابتدي أكورها بالشكل ده. نص العجينة التاني برضو قسمته بنفس الطريقة، وبعد ما كورت كل الكمية هغطيهم بكيس بلاستيك وأسيبهم بس يرتاحوا حوالي 10 دقايق مش أكتر من كده علشان العجينة ما تخمرش معانا. وفي الوقت ده هحضر الحشوة. استخدمت حوالي 200 جرام من الجبنة البيضة قليلة السوائل، وكنت مستخدمة الجبنة البراميلي. تقدروا كمان تستخدموا الجبنة الفتة لو حابين. ضفت عليهم حوالي 200 جرام من الجبنة الموتزاريلا المبشورة، وممكن كمان تضيفوا جبنة تشيدر أو جبنة رومي يعني زي ما انتوا حابين. وللطعم ضفت رشة صغيرة من حبة البركة ورشة صغيرة من الزعتر الجاف، بيدوا طعم حلو قوي، لكن لو مش حابين تستخدموهم مفيش أي مشكلة. وتقدروا كمان تضيفوا شرايح زيتون. كده الحشوة بتاعتنا خلاص جاهزة. تعالوا بقى نحضر السائل اللي هنغلف بيه الفطاير. في طبق ضفت ربع كوباية من العسل الأسود أو دبس القصب، وضفت عليه نص كوباية من المية بحرارة المطبخ وقلبتهم مع بعض كويس لغاية ما العسل داب تماما. تعالوا بقى دلوقتي نحشي الفطاير. أخدت كرة من العجينة وقلبتها على الناحية التانية علشان الناحية الناعمة هي اللي تكون بره، وابتديت أفرد العجينة بالطريقة دي لشكل بيضاوي شوية. ولو حسيتوا إن العجينة بتلزق معاكم وانتوا بتشتغلوا تقدروا ترشوا رشة خفيفة جدا من الدقيق، ما تكتروش علشان العجينة تتقفل معاكم كويس.
أو تمسحوا السطح اللي شغالين عليه بمنديل كده فيه نقطة زيت، يعني بسيط خالص علشان برضو العجينة تتقفل معاكوا كويس. أخدت حوالي معلقتين صغيرين من حشوة الجبنة وابتديت أحشي الفطاير وقفلتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولازم نأكد كويس جدا جدا على قفل الأطراف علشان الجبنة ما تخرجش أثناء الخبز. ده بيكون شكل الفطاير، كل واحدة بحشيها باخدها على طول بحطها في السائل اللي احنا حضرناه، وبكون محضرة تقريبا كوباية إلا ربع من السمسم المحمص. بضغط على الفطاير بالشكل ده لغاية ما تتغطى كلها بالسمسم وكده بتكون جاهزة. باخدها على طول واحطها في الصينية. هنشكل بقى بقية الفطاير بنفس الطريقة، وطبعا لما بنيجي نفرد العجينة ما بنفردهاش تكون رفيعة قوي علشان ما تخرجش منها الجبنة أثناء الخبز، بنخليها سمكها متوسط زي ما شفتوا كده. وكمان ما تبالغوش قوي في كمية الحشوة علشان برضو ما تخرجش منها الجبنة أثناء الخبز. وكمان اللي مش حابب ان هو يستخدم العسل الأسود أو دبس القصب تقدروا تستخدموا ربع كوباية من المية عليها معلقة ونص كبار من السكر، هندوبهم مع بعض وهنستخدمهم برضو بنفس الطريقة. ولو هتلاحظوا أنا بنزل بس الوش بتاع الفطاير في الخليط السائل مش كلها، وده علشان القفلة بتاعتها ما تفتحش في التخمير وفي التسوية. الصواني بكون مبطناها بورق زبدة، وطبعا عارفة ان ورق الزبدة ده مش بيلزق، طبعا تأكدوا من الموضوع ده كويس جدا. او ان انتوا تقدروا تدهنوا الصواني بشوية من الزيت، دهنة بسيطة كده من الزيت. بعد ما رصيت كل الفطاير في الصواني غطيتهم بكيس بلاستيك وسبتهم حوالي ربع ساعة علشان يختمروا ويبقوا عندنا بالشكل ده، يعني بمجرد بس ان هم يتضاعفوا في الحجم، ما نسيبهمش يخمروا اكتر من اللازم علشان الفطاير ما تهبطش لما نيجي نخبزها. بعد ما بيختمروا، ودي خطوة اختيارية، بطرف سكينة حامية بخفة جدا كده ببتدي أعمل الفتحات دي، أو بموس حاد يكون خاص بالمعجنات. بكون مشغلة الفرن على حرارة 220، بدخل الفطاير على الرف الأوسط، بتاخد حوالي من 10 دقايق لربع ساعة، يعني ما بتاخدش وقت كتير في الفرن. بكون مشغلة الفرن من تحت بس، ولو عندكم مروحة في الفرن تقدروا تشغلوا المروحة. بتطلع الفطاير بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، طرية جدا. اول ما الفطاير تبرد بشيلها على طول في اكياس وبحتفظ بيها في الفريزر وبطلعها اسخنها، بتكون اكنها لسه معموله. حابه اقول لكم كمان انكم تقدروا تحشوا الفطاير دي اي حشوات انتوا عايزينها، تقدروا تحشوها فراخ او سجق او لحمه مفرومه او لانشون، يعني اي حشوات انتوا عايزينها، المهم تكون الحشوات كلها مستويه. بتبقى حلوه جدا في الفطار، في العشاء، مع الاولاد في المدرسه، بتنفع في كل حاجه، وكمان سهله ومكوناتها بسيطه، وبتطلع معاكم طريه وقطنيه وهشه جدا بالشكل ده. بتمنى ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك كتير وشير علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المشاهدين، ولو انتوا جداد على القناة اشتركوا دلوقتي على طول وفعلوا الجرس علشان توصل لكم إشعارات بكل الوصفات الجديدة. أشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله، وبحبكم جدا. باي باي.